ناس كتيره معاها 250,000 جنيه و300,000 جنيه ويروح يحطهم في معرض ويدفع قسط 12 و15,000 جنيه وفي الاخر يقول لك مش عارف اسد القسط. طب ايه المشكله بال 250 ولا ال 300؟ تجيب لك عربيه في الحنين كده تشتغل بيها وتقضي الغرض وخلاص. بص كده، خصم 50,000 جنيه على العجله البنريلو الاف 5 دي، عجله اوريجينال مش كوبي، سعرها 200,000 جنيه بدل 250,000 جنيه لمده اسبوع. لا مش قصدي ده، انا بس بوريك ان في عجل وصل 250,000 جنيه. ايه المشكله لما تخش مثلا في عربيه جيلي او لانوس؟ دول بيبداوا من 200,000 جنيه على حسب حالتهم لغايه 300,000 جنيه. ايه المشكله؟ او تعلى شويه بالرينج وتخش في بي واي دي او فيرنا، مع ان انا بفضل البي واي دي اكتر من الفيرنا عشان الفيرنا ضيقه شويه، وتدفع 250 300 لغايه 350,000 جنيه. ايه المشكله؟ ولا تخش بقى في قسط والكلام ده، عشان الشغلانه اللي احنا فيها دي مش عاوزه اقساط خالص، عاوزه يكون الدخل اللي جاي لك يكون للعربيه وليك، لكن ما فيهاش مجال حاليا للاقساط خالص. الاقساط بقت صعبه